والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كل سنة وانتوا طيبين. انا مش عارفة في ايه، رمضان بيجري يا وليه، رمضان بيجري. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. فاضل 4 ايام بس على العيد. كل سنة وانتوا طيبين ويجعله سعيد عليكم يا رب، كده يجعل العيد سعيد عليكم يا رب. تعالوا كده بقى نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف بقى هنعمل ايه. دي تنظيفات العيد يا جماعة. فهنضف معاكم أوضة عمر، الأوضة اللي على الشارع. وطبعا بقية الشقة هنشوف مع بعض هننضفها مع بعض ولا مع نفسي. ليه بقى؟ عشان الوقت بس، والوقت بيجري، الوقت بيجري ليه مش عارفة. المهم كده حط اللايك كده، حط اللايك الحلو اللي زيك كده، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. عشان خلاص يا جماعة، خلاص ما عادش فيه الا القليل ونوصل ل 3000 اخت. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. جبرا يتعجب له اهل السماء والارض. وكل سنة وانتم طيبين وفي سعادة دايما، ويدخل عليكم كده العيد وانتم مبسوطين وفرحانين. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده هينزل، في فيديو تاني هينزل يعني قبل العيد. بس طبعا انا مش لاحقه اعمل حاجه. الوقت بيجري، الوقت بيجري يا جدعان. فاللي لسه مش نظفت شقتها، الروتين ده عشان اشجعكم ان انتوا ايه، لو لسه ما نظفتوش تقوموا كده وتشجعوا. يعني نشجع بعض كده ونقوم كده وننظف بقى، عشان خاطر ما عادش فيه الا القليل. يعني عايزين بقى ايه، خلاص احنا خلصنا الشقة، نعتني بنفسينا بقى. انتوا فاهمين بقى؟ فاهمين بقى ايه حاجة الستات بقى. فاحنا بقى خلاص ننظف ونروق شقتنا، عشان ما عادش فيه الا حاجات بسيطة. والوقت بيجري. عايزة اقول لكم رمضان يعني مش لاحقين عليه، مش لاحقين، بيجري بيجري كده. مش فاهمة ليه. ففعلا الأيام الحلوة بتعدي، الأيام الحلوة ما بتقعدش يعني. فعلا الأيام الحلوة هي اللي بتبقى قصيرة. ف... فربنا يكبر بخواطركم جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض. ويسعدكم جميعا يا رب، ويدخل عليكم كده العيد وانتوا فرحانين وسعداء. ما عادش إلا القليل يا جماعة يعني. فاضل على العيد بالظبط كده. آه اللهم صل على النبي. الخميس، الجمعة، السبت. في ناس تقول العيد هيبقى يوم الاثنين، وفي ناس تقول العيد هيبقى يوم الثلاث. قصدي في ناس تقول يوم الاثنين وفي ناس تقول الحد. ف يعني انا بتهيألي كده العيد هيبقى ان شاء الله الحد يعني. ف انا عايزه بقى اظبط الشقه وانضفها عشان خاطر ان شاء الله. يعني لو سافرنا عيدنا في البلد ولا كده، يبقى ايه، امشي وشقتي نظيفه. ما بحبش امشي والشقه تكون متبهدله. لو بصرف النظر عن العيد يا جماعه، لما كنا انا رايحه مشوار كده كده، احنا مش بنبطل تنظيف يا ستات بيوت، ما بنبطلش تنظيف، وايدينا في الشقه يعني شقتنا ايدينا فيها على طول. بس المشكله ان يعني عيد يعني في تحكيم شويه. يعني مثلا آه وانا يمكن ما عيدش هنا، ممكن اعيد في البلد. فكنت عايزة اصور معاكم الشقة كلها، يعني اروق معاكم الشقة كلها وانضفها ونشيلها كده مع بعض. بس المشكلة ان انا ايه، هيبقى الفيديو طويل عليكم قوي قوي. فهنضف معاكم بس الروتين في أوضة عمر تشجيعا كده، ان لو في حد يعني لسه مش نضف كده شجعه اخواتنا كده وحبايبنا. نقوم كده ننظف كده ونشجع، عشان خاطر نعتني بقى بنفسينا، نعتني بقى بنفسنا. اللي عايزة تروح الكوافير تروح، واللي عايزة بقى ايه، تدلع نفسيها بقى تدلع نفسيها. مش مهم ان انت تدلعي للراجل، تدلعي لنفسك. يعني دلعي نفسك كده وشوفي نفسك يعني. ظبطي نفسك كده لنفسك. مش مهم ان انت تسعدي نفسك بنفسك عشان خاطر حد، لا، اسعدي نفسك بنفسك عشان خاطرك، عشان نفسك انت. ف فانت بقى ايه، اعتني بنفسك كده. واهم حاجة الاول ننظف شقتنا عشان نبقى ايه، فاضيين بقى. فاضيين لايه؟ نعتني بنفسنا كده لايه، للعيد. كل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم بقى الشقة ايه،
متبهدله متبهدله كده. طبعا انا ايدي في الشقه على طول، بس شقتي متبهدله عشان خاطر طبعا انا عملت بسكويت وكعك، اللي هو في ناس احنا عندنا في الشرقيه بنقول عليه كعك، في ناس بتقول عليه كحك. فانا عملت الكحك يا جماعه وعملت البسكوت. فطبعا الزيوت والسمنه وانتوا عارفين بقى، الشقه بقى بتبقى متبهدله من الحاجات دي. فعايزه اقول لكم انا كنت بنظف معاكم اوضه عمر، كانت عبير ايدها في اوضتها. يعني انا كنت بعمل معاكم روتين في اوضه عمر، وعبير بتنظف في اوضتها. تمام. وانا اوضتي عملتها مع نفسي، يعني اوضتي كنت عملتها قبل ما انا اعمل اوضه عمر. اوضتي انا، اوضه النوم بتاعتي انا، فانا مسكتها نظفتها كده ومسحتها وخليتها زي الفل. بقيت الشقه بقى هعملها مع نفسي عشان في فيديو انا مصوراه وعايزاه ينزل لكم قبل العيد. تمام. عشان ما عادش في وقت خالص، يا دوبك كده نشوف ورانا ايه، يا دوبك كده ان. وبعدين المطبخ بقى مع نفسي، وبقيت الشقه مع نفسي عشان ايه؟ اخلص، عايزه اخلص يا جماعه، عايزه اخلص، ما عادش في وقت. وفي حاجات كمان بعملها مهمه، في مفاجأة بس بعد العيد كده ان شاء الله هوريها لكم. في مفاجأة بعد العيد. عايزاكم بقى تتوقعوا مفاجأة ايه وتقولوا لي في التعليقات. تمام. اول حاجة طبعا هبتدي بيها البتاع ده، هو الشباك. الشباك عملت فيه ايه يا ام غنى؟ مسكته كده نفضته كويس قوي بفوطة، وبعد كده جبت الاول عملت السلك. بعد ما انا نفضته من التراب كويس، رحت جايبه الفرشه عامله السلك، اللي هو السلك كده بتاع الشباك، حشت منه التراب. وبعد كده جبت بعد ما نضفته كويس، طبعا انا كنت عايزه صبانه واكب ميه بقى، وانتوا عارفين ام غنى بقى. ويعني يعني ايه نظافه عيد؟ يعني ايه نظافه عيد؟ مش اي نظافه. يعني كنت عايزه قد كده الشباك دش كده معتبر. بس يا جماعه، تحت الشباك ده في حاطه عندي كده زي البتاعه دي، ثبت كده بلاستيك، حطاه على المكان اللهم صل على النبي، آه، مكان التكييف يا جماعه. حاطه مكان التكييف كده ثبت بلاستيك، حاطه فيه بصل وحاطه فيه توم، عشان انا ما عنديش بلكونه. فعشان كده حاطه التوم والبصل في ثبت بلاستيك كده مكان يعني لسه ما جبناش التكييف يعني. فانا حاطه على الحامل بتاع التكييف، حاطه عليه السبت ده، فحاطه فيه بصل وتوم. فعشان ما عنديش يعني بلكونه ولا كده. فانا لو كبيت ميه وغسلت الشباك هغرق التوم وهغرق البصل، ليه بقى ابوظه؟ فرحت عامله بقى ايه حاجه حلوه، قلت لا برضو مش هسيبه، لازم ياخد له دش. لازم ياخد له ايه دش. رحت ماسكه بقى جايبه ليفه كده، ليفه ناعمه، وحطيت حبه ميه وحطيت عليهم اريال وكلوريكس الوان. يعني اي كلوريكس، يعني هو الشباك مش هيبهد. انا مش شرط يعني كلوريكس الوان، يعني ايه؟ اي اي بتاع عندك يعني، اريال، اي منظفات. بحطها بقى كده، وبحط ايه، بحط على الميه. وبعد كده بمسك الليفه بقى ايه، يعني بيبقى في رغوه كده، وامسك الليفه بقى وايه، وليفته كله زي ما انتوا شفتوا كده، دعكته كله بالليفه. وبعد كده جبت حته ونشفته، يعني كبت ميه بس من قدام، من الاوضه، من يعني الشباك من جوه. وكنت كنست كويس قوي من تحت الشباك، عشان يعني لو في تراب ولا حاجه مش يجي عليه ميه بقى ويبهدل الدنيا تحت الشباك. دي ايه في الاوضه من جوه. فانا صبنت كده الشباك تصبينه كويسه، ورحت ماسكه فوطه ناشفه قطن، ورحت لما بقى ايه الصابون ده. وعايزه اقول لكم اصلا ريحه الشباك عدت كده، يعني ريحتها كده شميها. المهم، ورحت جايبه بقى المكتب، شلت الحاجه اللي على المكتب طبعا الكتب والحاجات دي، وقلت ايه، عشان ارصهم تاني للعيال. ارص كتب عبير لوحديها، كتب عمر لوحديها، وغنى لوحديها. فرحت ماسكه كده المكتب، جريته وكنست تحتيه ومسحت، كنست ومسحت، وبعدين رجعته تاني ولمعته. وحطيت المفرش ده مقطوع كده، في حته من الجنب كده مقطوعه. الحمد لله يعني الحته دي مش مقطوعه من النص، يعني من الجنب. رحت انا مطبقه المفرش، ورحت حاطه ايه على المكتب، ومسكت بقى كتب العيال ايه رصيتها.
تمام. في بقى ايه، في حاجة كده عمالة ادور عليها. انا قلت في عفريت في الشقة، وربنا قلت في عفريت في الشقة. عمر ابني كان جه من الدرس وراح ايه، الشنطة بتاعته حطها على السرير. هقول لكم دلوقتي حصل ايه. حطها على السرير، شنطة صغيرة كده يعني باخدها في الدرس. فادور على الشنطة، هو يدور على الشنطة مش لاقيها، وانا ادور بحمد ربنا ان الكتب اللي كانت في الشنطة شالها، يعني شالها حطها على المكتب كده ببقى يذاكر فيها يعني. فرحت ايه، يعني حط الشنطة وسابها بقى على السرير. طبعا لما يجي ينام، هو رماها كده ايه على السرير، فاجى ينام فغطى نفسه والشنطة محطوطة على السرير. تمام. بعد كده طبقنا بقى السرير والشنطة، زحفت وراحت ايه، وقع بين السرير وبين الحيطة. ندور على الشنطة بين السرير وبين الحيطة، يعني هي مش ظاهرة، يعني جاية بين السرير وبين الحيطة اللي تحت، مش في الفراغ، مش في الفراغ يعني جوه، لا جوه خالص، اللي يشوفها يقول محطوطة تحت المرتبة بس باين منها حتة صغننة. ندور على الشنطة يا وليه، فص ملح وداب. يعني عمر يدور عليها من ناحية وانا من ناحية وغنى من ناحية، وعمر كمان زعل غنى، فكر ان غنى ضيعتها. قعدنا ندور عليها تدوير انا وغنى وعمر. المهم يا جماعة، انا والله فكرت الشقة بتاعتنا مسكونة، بس مش رضيتها باين للعيال. اقول يا ابني الشنطة دي راحت فين يعني؟ اتاري الشنطة جت بين يعني، وندور ما فيش، يعني فص ملح وداية. المهم، وانا بنضف كده بشيل الملاية. الكلام ده كان تاني يوم. يعني قبلها بيوم كانت الشنطة ايه، كانت الشنطة وقع، يعني كنا بندور عليها قبلها بيوم. المهم وانا بشيل الملاية بقى يا جماعة، لقيت بقى الشنطة. قعدت ازغرط بقى واقول لغنى يا غنى لقيت الشنطة، كان عمر مش موجود، كان عمر في درس. تمام. وراح من غير الشنطة، بس الحمد لله ان كان شايل منها الكتب يعني. همسك بقى، نفضت السرير كويس، والمهم ان احنا لقيناها يعني يا جماعة. والله فكرت الشقة بتاعتنا مسكونة. المهم يا ولاه، رحت ماسكة ايه، انا كنت عايزة احط الواقي بتاع المرتبة ده، اللي هو الكفر بتاع المرتبة. كنت عايزة اشيله خالص واقول كده كده احنا خلاص، احنا دخلنا على الصيف خلاص. بس قلت بقى ايه، هغسله وافرشه تاني. عشان ايه، بحافظ على المرتبة. عقبال ايه لما يجي بقى الصيف يعني لما ارجع من البلد، يعني لو عيدت يعني في البلد ولا كده، لما ارجع او بعد العيد، يعني بعد العيد ابقى ايه، افرش تاني الايه قصدي ابقى اشيله خالص واحط الملايات. انا عامه لو شفتوني كده هبتدي احط بقى ملايات. انا كنت بحط الدفايات، المفارش التقيله دي. هبتدي بقى احط ملايات عشان خاطر احنا داخلين يا جماعه خلاص على الصيف اهو. بس عايزه اقول لكم ان انا في الريسبشن ما شلتش السجاد. يعني انا شلت السجاد، كنست مكانه ومسحت، بس مش غيرته. فاهمين قصدي؟ مش غيرته، يعني مش حكايه مش شلته، لا ما غيرتهوش. طبعا انتوا عارفين ان انا كل عيد بغير معاكم السجاد، يعني بحط سجاد يكون احلى شويه، يعني احلى حاجه عندي بفرشها. فالمرة دي بقى يعني هشيل السجاد، انفضه وافرشه تاني، طبعا بعد ما لمع الارض دي فين بره عند الركنة. تمام. هحطه زي ما هو. ليه بقى يا جماعة؟ عشان ايه؟ لما ارجع باذن الله، طبعا عشان انتوا ما شفتوش معايا الروتين بتاع الريسبشن، فانا لما ارجع باذن الله يعني بعد العيد همسك بقى الريسبشن ده، ابقى اعمل معاكم روتين الصيف بقى، روتين الصيف، عشان خاطر ايه، نحط بقى حاجات خفيفة ان احنا ايه، من السهولة ان احنا نشيلها وننفضها وكده. طبعا انتوا عارفين في الصيف انا اصلا ما بحبش احط سجاد ولا اي حاجة، بس لازم احط عشان خاطر ايه، العيال وكده. وغنى بالذات بقى ايه، بتحب تلعب على الارض فلازم افرش حاجة يعني. ان شاء الله بعد العيد بقى هعمل معاكم روتين في الريسبشن، ون ايه ون ونفرش بقى الحاجات الخفيفة دي، السجاد التركي الخفيف ده. تمام. هنا بقى هفرش الملاية بعد ما انا نفضت كويس، وفي الوقت ده مسكت كنست طبعا الأوضة، وهمسحها مع نفسي. ليه بقى؟
علشان انا طبعا جبت الجردل اللي حطيت فيه كلوريكس الوان ومعطر ارضيات. عايزه اقول لكم المعطر ده تحفه اللي انا جايباه ده. جايبه معطر اللي هو بتاع الارضيات السايب، جايباه من عند بتاع المنظفات، جايباه سايب كده، بيخلي ريحه الشقه يا جماعه تثبت كده. الريحه بيبقى كده خلصت، ريحه ثابته كده. السجاده دي عايزه غسيل، فانا حطاها كده ايه في جنب عشان ايه ابقى اوديها المغسله. بس انا طبعا مش هفرشها، لما اغسلها هعينها. تمام وكده ايه. بس معدن الملايه ده، بصوا الملايه، قلت احط الملايه دي. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان احنا يعني يمكن ما يعين، ما نعيدش هنا، ممكن ما نعيدش هنا. تمام. ف الملايه دي كنت جايباها السنه اللي فاتت جديده. لما ارجع بقى ان شاء الله، لو سافرت ما ارجع ان شاء الله ابقى اجيب ايه ملايات باذن الله، عشان انا كده كده مش بعيد هنا. فانا بفرش اجدد ملايه عندي، وانا بس بنظف الشقه بحيث ان انا لما ارجع الاقي الشقه نظيفه وزي الفل. تمام. الشنطه دي كنا مش لاقيينها، لدرجه ان احنا قلنا ان في حاوي في الشقه، الشقه دي ما كناش لاقيينها. عمر دور عليها تدوير، بس وانا بنظف لقيتها بين السرير وبين الحيط، يعني مدفوسه كده بين السرير وبين الحيط. المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، الفريزر نقلته هنا. تمام. عشان اوضتي بقى ايه، حسيت ان هي بصوا مكركبه من الفريزر كان مكركب للاوضه، فشلت بقى الفريزر عشان الاوضه ايه توسع شويه. تمام. يعني عملت حبه تعديلات كده، واوضه عبير برضو هتشوفوها معايا وانا بنضفها، عملت برضو فيها حبه تعديلات. هتشوفي وانا بنضفها كده هقول لكم انا عملت ايه. تمام. تعالوا بقى شوفوا بقى السجاده دي. طبعا السجاده دي انا غسلها، دي بديل سجاده اللي هو التركي. تمام. انا كنت غسلها كده، كنت غسلها وعيناها، قلت طب بفرشها في الصيف. تمام. وفرشتها كده، حاسه ان هي ماشيه قوي مع الملايه ماشيه مع الملايه. اي نعم الستاره مش ماشيه، بس مش مشكله. بصوا الستاره دي، وطبعا بين السرير وبين الحيط كده مسكته كده، مسحته وخليته زي الفل. تمام. الستاره دي همسكها اغسلها وارجعها تاني. يعني انا بغسل الستاير في الصيف بالذات، بغسل الستاير واعلقها على طول، مش بحطها على المنشر، بعلقها على طول فبتنشف كده كده، الجو بيبقى حر وبتنشف. تمام. بتبقى متعلقه. هنا بقى ايه، هنا دي الغساله يا جماعه اللي انا بغسل عليها، الغساله العاديه. فانا مش لها مكان غير هنا، فانا بحطها هنا في اوضه عمر بقى ايه فيها كل الكركبه. يلا عشان هي واسعه فانا بحط فيها. بصوا اهي. ايه رايكم؟ طبعا مش لكم دعوه باللي تحت المكتب ده كتب يا جماعه، اللي تحت المكتب ده كتب، والبتاع ايه، هو شكله مش عاطفي بس ايه، عشان الباب بتاع المكتب مكسور، الباب بتاع الضلفه دي. بصوا. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايك في الفيديو. مش تنسي بقى تحط اللايك الحلو اللي منك كده، وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وقولي لي ايه احسن حاجه عجبتك في الفيديو، واجبري بخاطري كده وقولي كلمه حلوه تجبر بخاطري، ربنا يجبر بخاطركم جميعا. مش تنسي بقى اللايك الحلو اللي منك. وكل سنه وانتم طيبين، ويدخل عليكم العيد كده وانتم فرحانين وسعداء يا رب. يلا يا حبايبي بقى اشوفكم في فيديو جديد. يلا يا حبايبي مع السلامه.